في حوار منتشر اليومين دول وهو اساليب زياده المبيعات، ازاي اعمل ابسيلنج وكروس سيلينج، وتلاقي ملفات كتيره وتبدا تنزل الملفات. لو مريض ضغط اعمل له كذا، مريض سكر اديله كذا، وفي الاخر تقعد تحفظ الملفات دي، لكن لما تيجي تبيع اصلا على ارض الواقع ما تعرفش تعمل اي حاجه ولا تعرف تبيع. انا اصلا ضد تسميتها ان هي تتسمى بايه، اساليب زياده المبيعات، لان احنا مش هدفنا البيع، احنا هدفنا زياده القيمه للعميل. المفروض تتسمى اساليب زياده القيمه، القيمه بالنسبه لك والقيمه بالنسبه للعميل. القيمه بالنسبه للعميل ان هو خد قيمه حقيقيه، سواء المنتجات حصل ابسيلنج او كروس سيلينج معاه، وفي بعض الأحيان يعملوا داون سيلينج كمان. يعني إحنا مش هدفنا زيادة المبيعات، إحنا هدفنا ندّي له قيمة حقيقية هو فعلًا تستحق إن هو يدفع فيها فلوس، ونحسّسه إن هو دافع الفلوس القيمة تستحق، مش إن إحنا نلبّسه وخلاص، لإن إحنا هدفنا زي ما إحنا قُلنا إن إحنا مش بنقفل البيعة، إحنا بنفتح بيعة جديدة، يا إما مع نفس العميل أو عميل تاني. فإحنا هنسميها أساليب زيادة القيمة، القيمة الحقيقية سواء للعميل أو قيمة ليك أنت كصيدلي إنك تحقق الtarget وتزوّد المبيعات. أنت كصيدلي بتكون بين نارين، بين إنك تدّي له قيمة حقيقية هو فعلًا هيستفاد وأنت هتستفاد، وبين إنك تلبّسه تدّي له أي منتج والسلام وخلاص، أنت عاوز تحقق الtarget تبيع لِستة وخلاص، وبتبيع له أي حاجة من غير ما تدّي له قيمة حقيقية هو فعلًا محتاجها. فالعلاقة اللي بينك وبين فأنت لو أنت لبّست العميل أو نصبت على العميل، فده هيبقى في شُبهة حرمانية في دخلك، إنما إحنا هدفنا إن إحنا ندّي له قيمة حقيقية هو فعلًا محتاجها، وإحنا برضه نستفاد نحقق الtarget ونزوّد المبيعات. بُص يا سيدي، عشان تفهم حوار الupselling والcross selling والdown selling ده، أنت افهم حالة المريض. المريض إما جاي ياخد دوا أو هو عنده مرض مزمن أصلًا. فسواء هو جاي ياخد دوا أو عنده مرض، الدوا ده بيكون ليه أعراض جانبية أو بيأثّر على الحاجات في الجسم، فأنت هتدّي له أدوية مع الدوا ده عشان يعالج المشاكل اللي المرض ده عاملها له أو الدوا ده نفسه بيعملها، أو هتدّي له منتج تاني موجود بدال الدوا اللي هو طالبه أو اللي هو واخده، وتدّي له منتج تاني ما فيش فيه العيب القاتل أو العيب اللي هو موجود في الدوا ده. إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده مش فاهم حاجة. بُص، هو بالمثال الموضوع هيبان أوي. واحد جاي ياخد لك أنتي هيستامين، الأنتي هيستامين first generation مثلًا زي الألفينا والهايستوب، العلبة ب3، 4 ريال. بس المشكلة أنت بقى تقول له طبعًا زي ما اتعلمنا في ساندوتش تكنيك والفابروش والحاجة والتكنيكس اللي كانت ممكن تبقى ترجع لحالها، هتعرّفه إن ده first generation والfirst generation ده ما بينيّم، فلو هو في شغل هيسوق عربية مش هينفع، لإنه لو ساق عربية هيعمل حادثة ولو راح الشغل مش هيعرف يشتغل، لإن الدوا ده بينيّم مش هيعرف يشتغل، والدوا الfirst generation بيتاخد 3، 4 مرات في اليوم، فيعوز بقى انتظام كل 6 ساعات والّا 8 ساعات ياخد الدوا. إنما فأنت بتعلى له بقى بالبيعة من إن هو هياخد الدوا الأنتي هيستامين ليه من first generation، إن هو ياخد second أو third generation كمان عشان ما فيش نوم، زي الدوا زي الإريوس مثلًا. الإريوس ده سعره كام؟ سعره 23 ريال، فأنت عليك بالبيعة من 4 ريال ل23 ريال. بس أنت مش هدفك إنك تعلي الtarget، أنت هدفك إنك تدّي له قيمة حقيقية، إن هو الدوا اللي هو ياخده الهاي ستوب أو الألفين anyway أي دوا first generation الدوا ده بينيّم. فلمّا بينيّم مش هو لازم ياخده أكتر من مرّة في اليوم، فهو طبعًا إحنا قاعدين هو قاعد مش فاضي، والراجل شغال مثلًا أو بيسوق عربية، فوارد إن هو يعمل حادثة، ووارد إن هو هو لمّا يروح الشغل مش عارف يعمل التاسكات بتاعته. فأنت كده أنت لمّا أنت اديته قيمة حقيقية، لمّا أنت علّيته من 3 ريال ل23 ريال أنت اديته قيمة حقيقية. وهي دي فكرة الupselling، إن أنت تدّي له دواء تاني أعلى في generation أعلى، أو تدّي له حجم عبوة أكبر. والله العبوة ديّة 100 مللي وسعرها كذا، وأنت عندك ما هو مثلًا الكريمات المرطبة، العبوة دي مثلًا 100 مللي وب100 ريال، أنت ممكن تاخد 500 مللي ب200 ريال، يبقى أنت كده وفّرت، لإنك أنت عندك الإكزيما محتاج الترطيب دايم على طول، فأنت بتعمل upselling من العبوة الأصغر للعبوة الأكبر. وهي ديّة ده كلّه موضوع الupselling، إنك تشوف الدوا ده في عيب فيه ممكن تغيّر الدوا ده نفسه لعيلة أحسن، فعملت upselling. أو الحجم العبوة هيبقى صغير، فهو هيبقى بالنسبة له تكلفته هتبقى عليه غالية، فممكن ينتقل للأكبر، وأنت كده مع العميل. بالنسبة بقى للcross selling، فالcross selling نفس فكرة الupselling، بس هنا في الcross selling إحنا مش هنعرف نلغي الدوا أو نعلى بدوا تاني، لأن الدوا مثلًا ده دوا أدوية ضغط، أدوية سكر. ففي مثلًا عندي في أدوية الضغط بتأثّر على الminerals، بتقلل على البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، في أدوية بتزوّد، أدوية بتنقّص، فأنت ما ينفعش إنك ما تدّيش إنك تقول للعميل ما تاخدش دوا الضغط، لأ هو لازم ياخد دوا الضغط. فأنت بتعمل مع إنك بتعمل له cross selling مع دوا الضغط، بإنك تدّي له multi vitamin مثلًا زي السنترال، أو ممكن بقى مغنيسيوم لوحده وبوتاسيوم لوحده، والحاجات دي لوحدها لو هو عنده نسبة قليلة جدًا. برضه بالنسبة للسُكّر، معروف إن السُكّر بيبقى في عنده التهابات في الأطراف، وعندك دوا زي السيدوفاش ده بيقلل بيقلل فيتامين B12، فكيف مشكلة الالتهابات دي بتزيد أكتر، فبادّي له مثلًا حاجة زي الB12 معاه. والسُكّر والضغط هو محتاج إن هو يتقاس، فادّي له أجهزة للقياس. فهو أنت كده لمّا تيجي تبُص المرض بيعمل 1، 2، 3، فهادّي له مع الدوا الأساسي كذا، وأنا محتاج إن أنا أقيس أصلًا المرض ده، فهادّي له جهاز للسُكّر، هادّي له جهاز للضغط. أنا محتاج أعالج مشاكل موجودة، هادّي له كذا. فأنت كده قدّامك، أنت فاهم الحالة اللي قدّامك إيه، وتبدأ تطوّع معلوماتك. طب أنت يا سيدي ما أنتش عارف، أنت ال5 سنين اللي أنت درستهم في الكلية مش فاكر منهم حاجة، خلاص ابدأ دَوّر أنت على النت أو خُد كورسات حتى، ما فيش مشكلة، في ناس كتيرة بتدّي كورسات بحيث إنك تضبّط الbasic knowledge عندك، لإن ده أهم من قبل لقاء البيع. يعني أنت قبل ما تقابل العميل لازم يكون أنت عندك الbasics والمعلومات اللي أنت تعرف تطوّعها في البيع، سواء عشان تعرف تتعامل بالساندوتش تكنيك الfull approach وتعمل له upselling وcross selling، فأنت لازم يبقى عندك الbasic اللي أنت خدتها في الكلية تعرف تطوّعها في البيع. وهنا على الcross selling معمول ده في ماك. هو قال لك إن هو كان جاي ياخد ساندوتش الماك، ماك برجر، خد معاه البطاطس وخد معاه العصير. هو دي حاجات مكملة، هو طبعًا من غير، هو راجل جعان عاوز ياكل، فهياخد الماك. ممكن بقى تزوّد له بطاطس، تزوّد له عصير، لكن الأساسي عندك اللي هي وجبة الماك. هو أنت الأساسي عندك إن هو ياخد دوا الضغط أو دوا السكر، والحاجات التانية دي مكملة، سواء بقى هي معادن أو حاجات هي معادن أو أجهزة ضغط وأجهزة سكر، دي حاجات مكملة مع الدوا الأساسي ما نعرفش نستغنى عنها. down selling أنت بتهزر، إحنا جايين نزوّد المبيعات والّا نقلل المبيعات؟ بُص يا سيدي، الdown selling ده إحنا هدفنا إن إحنا ندّي قيمة حقيقية للعميل، يعني هنعمل له up selling، هنعمل له down selling، هنعمل له cross selling. هدفنا هو إعطاء قيمة للعميل، وجنب ده هنزوّد المبيعات ونحقق الtarget، إنما مش هدفنا الأساسي إن إحنا نزوّد المبيعات. فالdown selling أنت بُص يا سيدي، أنت في ليه كذا صورة. العميل مثلًا جاي عاوز ياخد بخاخ أملاح، بخاخ الأملاح ب50 ريال مثلًا، هو مش العميل معهوش المقدرة إن هو يدفع ال50 ريال، فضيلته معهوش فلوس مثلًا، أو مقدرته ما تسمحش، فخلاص البيعة تضيع. أنت ممكن تدّي له البخاخ الأملاح اللي هو ب20 ريال، وتعرّفه الفرق، تقول له والله ال50 ريال ده غالي لإن تركيز الصوديوم الكلورايد الموجود فيه 9/10، إنما الرخيص تركيز الصوديوم الكلورايد الموجود فيه 7/10. طب إيه الفرق؟ الفرق إن الغالي ممكن تستعمله لو كل ساعتين عادي ما فيش منه أي ضرر، إنما التاني مرتين في اليوم، أو ممكن 3 مرتين كمان كفاية، 3 ممكن زيادة. لو استعملته أنت زيادة اللي هو ال7/10، هو صحيح هيعمل مشكلة، هيعالج مشكلة الاحتقان، بس الاستعمال الزيادة بيعمل جفاف ويعمل شخير، وأمّا تيجي إنها تشخّر،
فدي مشكله. فهو انت بقى تبدا توجه العميل عشان تحافظ على البيعه. وفي صوره ثانيه برضه للداون سيلينج. انت خلي بالك احنا بنتعامل مع العميل كاوتو سي، يعني انت متاح ليك انك تصرف له دواء لحد 3 ادويه 4 ادويه لو كتير، الا في حالات زي مثلا اتش بيرولي لازم تطلع الكورس العلاجي كامل. انما في حاجات ثانيه عاديه ليك دواء 2 3 و4 كتير كمان. اكتر من كده هو العميل اصلا، العميل طالما العميل جاي لك، العميل مكسل ان هو يروح للدكتور. لو انت كاتب له 5 ادويه و6 ادويه خلاص انا جيت صيدليه دي، طب ما اروح اكشف في المستشفى. فانت عشان تبقى نفسيا العميل يتقبل وان انت انك تدي له على دوايين او 3، وممكن ما تديهمش كلهم مره واحده. يعني تقول له خد ده جربه بعد 3 ايام تعالى وانا هشوف انت ايه اللي حصل. بعد ما هو يجي لك هتبص هتلاقي الدنيا ظبطت، او الدنيا لسه محتاجه كمان دواء تاني، ممكن انت تبقى تزود. انت اول مره اديته دوايين، المره اللي جايه تاني برضه اديته دوايين، فهو خد 4 ادويه بس. هو بالطريقه دي لما انت قلت له اديته دوايين في الاول واستنيت 3 ايام وهو جه لا لاحظ تحسن موجود، وانت عشان التحسن ده تعمله مينتنس اديله دواء تاني، فهو هيتقبل انه ياخد ال4 ادويه. انما لو جيت تعرض له 4 ادويه مره واحده مش هيرضى يشتريهم منك، يقول لك طب انا اروح للدكتور مره واحده على طول. انما انت لما تدي له دوايين وتقول له بعد 3 ايام تعالى شوف ايه اللي حصل معاك، ممكن نزود عليه ادويه تانيه ممكن ما نزودش، وهو يجي لك ويلاقيك مثلا بتلاقي في تحسن ممكن ما تزودلوش ادويه، او ممكن تزود له كمان ادويه انت عايز تزودها، فانت بعت له 4 او 5 ادويه بس. هو كعميل نفسيا العميل تقبلها. فهنا ده انت وانت بتبيع بتحط في دماغك التوتال الفاتوره هيبقى كام، وهل العميل هيقدر يدفعها ولا لا، عشان ايه تبدا تتعامل. بُص يا سيدي، خلاصة الup selling والcross selling والdown selling. أنت بيبقى العميل جاي ياخد دوا معين، الدوا ده ليه عرض جانبي، العرض الجانبي ده أنت ممكن تستغنى عن الدوا ده وتدّي له دوا تاني أغلى عشان تحل المشكلة اللي هي الدوا ده بيدّيها، أو الدوا ده ما ينفعش أستغنى عنه فبادّي له حاجة معاه. الدوا ده عشان أعالج مرض، المرض ده محتاج يتقاس monitoring على طول، فبادّي له أجهزة ضغط، أجهزة سُكّر. ده الcross selling والup selling باختصار. بالنسبة للdown selling أنت العميل عرضت عليه منتج غالي والبيعة هتطير منك، فبتبدأ تنزل بالبيعة أو بعدد المنتجات اللي أنت عارضها عشان تحافظ على البيعة وتدّي للعميل قيمة حقيقية والعميل ما يمشيش. لإن أنت لو أنت ما عملتش كده غيرك هيروح لغيرك ويعمل كده. لو وصلت لحد هنا فإحنا في ملف فيه أمثلة وأسئلة لتثبيت الفهم، ولو عجبك المحتوى اعمل لايك وما تنساش تعمل فولو عشان تتابع بقية الحلقات اللي جاية. بالتوفيق يا شباب.